احيانا ما بنحبش الناس، بس احنا بنستخبى فيهم بشكل حرفي. لما بنكبر وفي جوانا وجع او فراغ قديم، فراغ اتحفر واحنا صغيرين، بنتخيل ان حد تاني ممكن جدا بسهولة يملاه، فنعلق املنا، وجعنا، احتياجنا في البشر. نستخدم القرب كمسكن والاهتمام كعلاج، وننسى ان المسكن عمره ما كان شفا، هو بس بيسكن. مع الوقت الاعتماد الزيادة بيخلف، اسفة جدا، خيبة. مش لان الناس دي كانت وحشة، لكن لاننا حملناهم دور واصلا مش دورهم. ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل نفس قدرة انها تتحمل نفسها وتتحمل معالجة نفسها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من زكاها. يعني انت مهمتك انك تزكي نفسك، يعني فيك كفاية تحمي نفسك، فيك كفاية تكتفي بنفسك وتديها الأمان. أول ما تبطل تطلب من الناس يملوا الفاضي جواك أو الناقص جواك، ساعتها بس العلاقات هتبقى أخف، هتبقى أصدق، هتبقى أأمن. الناس مش مسكنات، واللي ناقص جواك مسؤوليتك مش مسؤولية الناس. لو كلامي لمس قلبك، استنيني كل يوم مع معلومة نفسية جديدة تفهمك نفسك وتطمن قلبك. السلام عليكم.